يا احمد. ازيك يا كابتن صبري؟ اولا يا كابتن، جميع المواقع بتتكلم النهارده بتقول ان النادي الاسماعيلي الكتاب مفتوح امام الكابتن صبري المنياوي، نظرا طبعا لتوليه قياده النادي الاسماعيلي لفتره تقرب من عام ونصف. والله يا احمد كل ده كلام صحافه، وطبعا انا ما قلتش هذا الكلام، لكن يعني انا طبعا عارف ثلاث ارباع لعيبه الاسماعيلي، لكن برضه كل مدرب بيبقى ليه طرق مختلفه وكده، ف الكلام ده يعني مش واقعي. لكن لعيبتي عارفه الاسماعيلي كويس، وعارفه هم بيعملوا ازاي وكده. والمهم ان اللعيبه ان شاء الله، الاداء بتاع اللعيبه في الملعب هو الفيصل ان شاء الله. كابتن فان شاء الله يعني سواء يعني في لعيبه مش معروفه او لعيبه معروفه، اللعيبه ان شاء الله تعمل ماتش كويس يوم السبت ان شاء الله. كابتن صبري، عرفنا استعديت لمباراة الإسماعيلي إزاي منذ بداية الوحدة التدريبية الأسبوعية للنادي المصري يوم الأحد الماضي. والله احنا خدنا يومين اجازه بعد مباراه دجله، لان احنا كنا بقالنا حوالي اسبوعين او اكثر، يعني 16 يوم ما خدناش اجازه. فخدنا يومين اجازه وبعدين وصلنا يوم الاحد. ومن يوم الاحد على فكره يعني اول مره نبدا تدريب قوي شويه، يعني في يوم السفر، لان الدنيا شتاء واللعيبه خلاص الحمد لله بقوا جاهزين يعني. فمن يوم الاحد لحد امبارح واحنا عملنا تدريبات كويسه جدا ومعقوله جدا، يعني تزود اللياقه البدنيه. النهارده طبعا نزلنا بالحمل شويه، وبكره ان شاء الله تدريب خفيف وهنسافر ان شاء الله. كابتن صبري، هاخدك لنقطه بقى، وموضوع النهارده الصحافه تناولته، وهي مشكله حسام حسن وعن اعتذاره عن خوض المباراة الإسماعيلي. البعض يتهم حسام حسن بأنها حجة، ان هو بيعمل الامتحانات دي حجة، والبعض بيقول ان هو فعلا امتحاناته، واللعيب بيقول لنا ان هو مستعد اللي هو يخلص امتحاناته ويطلع على السويس لخوض المباراة. وقال لي كمان ان هو انا كنت جيت واتمرنت تحسبا ان انا ممكن اسافر على السويس واشترك في المباريات. فرد حضرتك ايه على الكلام ده؟ لا طبعا انا بثق في كلام حسام، وهو على فكره يعني كان عنده هو امتحاناته السبت والثلاث، تمام. والكلام ده حصل قبل كده يوم السبت اللي قبل مباراه احنا والشرطه، وجانا على التدريب، وصل حوالي الساعه 3 وربع كده. فهو مكلمني النهارده، هو قال لي انا عندي امتحان يوم السبت وكده، فقلت له خلاص. قال لي انا هتمرن بكره الصبح مع الفريق وهمشي يعني. لكن هو ما قاليش انا ممكن اجي بعد الامتحان ولا لا. وحتى لو قال لي هذا الكلام انا مش هوافق طبعا، لان في لعيبه الحمد لله كتيره جدا يسدوا مكان حسام، البركه فيهم يعني، والبركه في حسام يعني. فطبعا خطا كبير جدا ان لعيب يمتحن، وخلي بالك الامتحان ده يعني عصر لاعصاب الانسان يعني، وبعدين يسافر وهو اللي سايق وكده، ما ينفعش طبعا. وبعدين هو وصل يوم السبت اللي هو جاء فيه، كان عنده امتحان قبل كده، وصل الساعة 3 وربع، يعني ممكن يوصل الساعة 3. فالكلام ده غير منطقي بالمرة يعني. هو طبعا حسام يمكن بيتكلم مع الناس كده اللي هم وجهوا له اتهام، يعني ان هو يعني مش عايز يلعب وكده. لا لا لا، حسام ما عندوش الكلام ده خالص يعني. كابتن صبري، كان في حديث جانبي بيني وبين حضرتك، قلت لي انا مصمم ان انا اسعد جماهير النادي المصري، حتى لو بعض الاقاويل طبعا كنت حضرتك طبعا طلعت وعملت مداخلات في بعض القنوات الفضائيه، ان انت حضرتك عارف ان الجهاز الفني للنادي المصري او اداره النادي المصري كانت بتسعى للحصول على خدمات مدير فني اخر، ولكنك صرحت لي في حوار جانبي ان انا احمد، انا نفسي افرح جمهور بورسعيد وافرح جمهور النادي المصري، حتى لو ده اخر ماتش ليا انا نفسي اسيب بصمه جيده لدى جمهور النادي المصري. تعقيبك يا كابتن على الكلام ده؟ والله والله يا ايمن، يعني كلامك صح. يعني انا عارف ان يعني موضوع الجهاز الجديد او التغيير جاي من فئه من الجماهير المصري، لكن انا طبعا الكلام ده كله ما يزعلنيش يعني. انا فعلا يعني امنياتي الكبيره جدا او اكبر امنيه ليا ان انا اسعد شعب بورسعيد كله وجماهير المصري. جماهير مصر كبيره جدا، ومش هي لوحدها اللي بتطلب تغيير صبري منياوي. انا بيقابلني ناس كتيره جدا من الجماهير العاديه، ناس بيتكلموا كويس جدا وبعقلانيه شديده جدا، والكلام ده بيسعدني جدا.
وانا ما بزعلش يعني وده انا. كابتن صبري معلش مع انا احترامي لقطع كلامك، ده برضه موجود على مواقع التواصل الاجتماعي. في ناس كتير جدا بتقول يا جماعه احنا مستوانا اتحسن من ماتش الاخر، يعني ماتش الزمالك غير ماتش الشرطه غير ماتش دجله. والناس اللي طبعا اللي فاهمه كوره بتقول ان مستوى النادي المصري في ارتفاع، يعني من مباراه لاخرى. فده بقى برضه الجمهور برضه مهما كان بيبقى متناقض يا كابتن صبري، مفيش حد بيجتمع على انسان مهما كان ده الانسان. فده برضه نقطه حبيت اوصلها لك، اللي الناس برضه مقتنعه باداء الفريق في مباراه دجله ومباراه الشرطه، بس احنا نقصنا سوء التوفيق بس يا كابتن صبري. والله بص، انا معاك والله. وانا يوم ما اتعرض عليا النادي المصري انا عارف كويس جدا ان يعني في صعوبه في جماهير المصري لحبها الشديد للنادي المصري. انا عارف الكلام ده كويس، وانا وزمايلي جهاز الفني وجهاز الطبي وجهاز الاداري بنبذل اقصى ما في وسعنا يعني انا يعني بيسعدني كلام، بس يعني في اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول ان ناس كثيره جدا بيقولوا لي يا كابتن انت يعني انتوا عاملين احسن من اللي كان متوقع. وفي بعض الرياضيين اللي هم اخصائيين كره القدم اللي هم ماسكين يعني حاجات وكده بيقولوا لي احنا كنا متوقعين ان المصري يبقى حصاله الفرق السنه دي. طبعا الكلام ده مش ممكن هيحصل باي فريق وباي لعيبه، لكن احنا السنه دي الحمد لله عندنا لعيبه كويسه جدا ورجاله ومحترمين، وان شاء الله بامر الله تعالى هيعملوا حاجات كويسه جدا سواء انا قاعد او ماشي. اللي جاي كويس جدا واللعيبه دي عندها كتير، ونادي المصري ان شاء الله هيكون ليه دور كويس جدا في الدوري وهيسعد جماهيره ان شاء الله. كابتن صبري معاك ايمن، عايز اسالك يا كابتن، متفائل ام متشائم لمباراه الاسماعيلي القادمه؟ بتقول ايه يا ايمن؟ متفائل ولا متشائم؟ انا انا ما عنديش تشاؤم خالص على فكره. يعني ده احنا الراجل المؤمن دايما متفائل، وانا يعني متعود كده بصفه راجل متدين يعني وعارف ربنا، وربنا اللي بيقول كده يعني ان انت لازم تبقى متفائل على طول. وانا الحمد لله متفائل باستمرار، وانا بيسعدني جدا ان انا بشتغل مع مجموعه اللعيبه دول، لان هم بصراحه يعني مديني امل دايما بعد ربنا سبحانه وتعالى احنا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. كابتن دايما بتقول لعيبه النادي المصري لعيبه رجاله، فعلا. قلت لهم ايه بقى في خلال المحاضرات، وكمان ان كان في اجتماع بينك وبين اللعيبه قبل احد التدريبات انا خلال الاسبوع؟ بقالي 3 ايام يا ايمن، بقالي 3 ايام بتكلم معاهم بقول لهم يعني احنا هنكسب ان شاء الله الماتش اللي جاي، وبامر الله تعالى عايزين نطلع الامكانيات اللي عندنا، لان احنا في امكانيات لسه عند اللعيبه ما طلعتش. وانا يعني انا مش مستعجل هذا الكلام، لان انا لو استعجلت على اللعيبه يعني ممكن اخسرهم يعني. لكن اللعيبه واحده واحده ويعني شرح بسيط وكلام مع اللعيبه كل فتره وكل تدريب وكده، فربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيكرم اللعيبه دول، لان هم واقفين كويس جدا مع النادي، وهم يعني زي ما بقول لك رجاله في كل المواقف. في حصلت مواقف كثيره جدا جدا انا ما اقدرش اتكلم عليها يعني، او لان دي من اسرار الفريق، هم ظهروا فيها رجاله بصراحه. كابتن صبري طبعا حضرتك دارس فريق الاسماعيلي كويس، مين اكتر لعيب ممكن بيقلقك او اللي انت عامل حسابه في فريق الاسماعيلي؟ بص، هو الجزء الهجومي كله صعب، يعني في 4 قدام يعني زيكا لا هو زيكا كابتن مش هيلعب، وابراهيم حسن. زيكا مصاب مش هيلعب. يعني زيكا وابراهيم حسن وجون انطوي وعصام، ومن وراهم حسني عبد الرب. الجزء ده جزء خطير ولازم يتعمل حسابه كويس يعني. فان شاء الله بامر الله تعالى كل ده هيتقال للعيبه بكره ان شاء الله بالليل، وان شاء الله بامر الله تعالى اللعيبه تعمل ماتش كويس ان شاء كابتن الله. صبري انا معايا التشكيل المتوقع للنادي الاسماعيلي هقوله لك برضو، يعني محمد عواد في حراسه المرمى، عبد الحميد سامي وسامح عبد الفضيل في الدفاع، محمود حمد وصالح موسى في الاطراف، وحسني عبد رب ومحمود عبد العزيز وبسكال في نص الملعب، وابراهيم حسن تحت المهاجمين، محمود عبد العزيز ومين؟ وبسكال اللاعب الافريقي بسكال اه في نص الملعب، وتحت الفراوده هيبقى ابراهيم حسن، واثنين فراوده هيبقى عصام علي وجون انطوي. ده التشكيل المتوقع بنسبه 90% للنادي الاسماعيلي في مباراه المصري. والله احنا مستعدين لكله يعني ان شاء الله. شوف يا احمد، يعني اهم حاجه اللعيبه تدخل المباراه وهي عايزه ايه،
وانا عارف اللعيبه عايزه ايه ان شاء الله يعني، فربنا يكرم ان شاء الله. كابتن انا قلت لك تشكيل الاسماعيلي على الهوا يعني، ده التشكيل الاسماعيلي اللي هيلعب بيه. ف يعني وانا صدقتك يا احمد يعني. قول يا كابتن. هو انا صدقتك يعني. لا بس صدقني يا كابتن والله صدقني، انت عارف ان انا توقعاتي في حكايه التشكيل ما دي. انت كل يوم بتعمل تشكيل وبعدين بيطلع فيه اخطاء يعني. حبيبي يا كابتن، تلميذك يا كابتن والله. ربنا يخليك يا احمد. ربنا يخليك يا كابتن، وبالتوفيق لا للنادي المصري. انا يعني ما اقدرش اتكلم في تشكيل مم. خالص يعني، حتى الاقرب المقربين الا بعد المحاضره بتاعت يوم الماتش يعني ان شاء الله. كابتن صبري يعني ايمن معاك عايز يقول لك حاجه برضو. كابتن صبري، جماهير بورسعيد بتحملني رسالة لحضرتك، لابد من الفوز خلال في المباراة المقبلة إن شاء الله، وحضرتك أكدت دوت من خلال مداخلتك معانا. أنا بحب بقى أشكر حضرتك جدا، وإن شاء الله هتلاقي جمهور بورسعيد كله الوفي مساند الفريق ومساند الجهاز الفني ومساند الإدارة، واقفين مع الفريق دايما في كل الأحوال سواء مكسب أو خسارة. نشكرك جدا يا كابتن صبري، ومشكرين على يعني وقتك اللي انت قضيته معانا في خلال هذه المداخله. اشكرك يا ايمن. وبعدين برضه انا بتكلم جماهير بورسعيد الحبيبه، هو المفروض ما يقولش للمدرب احنا لازم نكسب، لان ده ضغط على الاعصاب بتاع المدرب والفريق واللعيبه وكده يعني. لكن احنا بنطلب يا كابتن تعملوا ماتش كويس وربنا يوفقكم وبنتمنى لكم التوفيق يعني. فالكلام ده بيبقى مريح جدا يعني، لان الكلام ده قالوا مجلس الاداره قالوا لي، وقال لي الماتش اللي جاي لازم نكسب. الكلام ده مش موجود في الكوره. تمام. الكوره فيها توفيق وفيها جهد في الملعب وفي اخلاص، وبعدين توفيق ربنا هو الاساس يعني. فاحنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، موفقين دايما ان شاء الله، ونشكر حضرتك على هذه المداخله. شكرا يا حبيبي، ربنا يخليك. شكرا يا شكرا كابتن. يا كابتن. شكرا يا كابتن.